متابعين الغاليين عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ودايما في احسن حال يا رب. جالي ضيف فجأة ومش عارفة اعمل ايه. تعالى اقول لكم على اكلة سريعة وسهلة لو حصل لكم موقف زي بالظبط وجالكم ضيف فجأة وانتم مش عارفين محتارين تعملوا اكل ايه. عندي لحمة وعندي خضار وعندي كيس حراري. هنعملها النهاردة بطريقة سهلة وسريعة وبسيطة وخفيفة كمان زي ما انتوا شايفين ما شاء الله. ما اخدتش وقت معايا كبير وكله في صينية واحدة، يعني حاجة كده سريعة. لو اجالك ضيف فجأة مش هتلاقي اسهل ولا اسرع من كده. تعالوا مع بعض نشوف عملنا الجمال ده ازاي. معايا بقى بولة او طبق، هنحط البهارات بتاعتها سهلة وبسيطة وما فيهاش اي حاجة. ملح طبعا على حسب الرغبة وعلى حسب الكمية، وفلفل اسود بهاراتها مش كتيرة وخفيفة. وهقول لكم في مكون كمان ممكن تحطوه، ومعايا كمان بابريكا ممكن تحطوا شطة لو انتوا عايزينها سبايسي او حامية. تمام، كله بمعلقة التوابل اللي في ايدي دي. تمام كده. ومعايا حبهان مطحون، ممكن تحطوا لو ما فيش حبهان مطحون ممكن تحطوا حبهان حبه بس اكسروه، يعني نص تكسيرة كده عشان يديكوا النكهة بتاعتها. ومعايا ديت بهارات لحمة، بتيجي كده من عند العطار زي مرقة الدجاج كده بالظبط. بصراحة بتبقى حلوة وريحتها حلوة وبتدي طعم حلو. ومعايا ورق لوري او غار، ورشة جوز الطيب اختياري. هي رشة بسيطة كده بس بتفرق في الطعم جدا. هحط زيت طبعا، لو في اي منكهات تانية او اي بهارات تانية انتوا حابين تزودوها مفيش اي مشاكل براحتكم. معايا هنا بقى بصلة او بصلتين، هقطعها كده مكعبات بس كبيرة شوية، يعني مش صغيرة، يعني هنقول كل نص ربع زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. الخضار بقى زي ما انتوا حابينه والمتاح عندكم. انا هقول لكم انا حطيت ايه وحطوا اللي انتوا حابينه. معايا طماطم برضو مقطعاها مكعبات، ومعايا تشكيلة خضار بسلة وجزر وفاصوليا، ممكن تحطوا كوسة. ومعايا بطاطس، ممكن تحطوا فلفل الوان، فلفل اخضر، فلفل اللي هو الحامي الشطة. الخضار ده بقى براحتكم خالص، اللي انتوا حابينه حطوه. ممكن بطاطس بس، ممكن تشكيلة الخضار بس من غير بطاطس، براحتكم خالص. ممكن تحطوا كمان عليها صلصة جاهزة لو انتوا حابين، لو انتوا عايزينها تبقى لونها محمر قوي. بس بصراحة انا كنت عايزاها كده زي الخضار السوتيه، حاجة كده سهلة وبسيطة وخفيفة في نفس الوقت. وزي ما قلت لكم اخدتش معايا وقت. تمام كده. هقلبهم كلهم بقى مع بعض بالتوابل بالخضار. بصراحة كانت الريحة خطيرة. معايا كمان لحمة فيها نسبة دهن لان هتفرق قوي معاكم في الطعم. بس طبعا عايزين بلحمة حمراء، عايزين بلحمة اللي هي الشرايح، براحتكم. قطعية اللحمة دي ترجع لكم. هي الافضل طبعا لحمة ما بتاخدش سوية. تمام كده. ممكن تعملوها بالفراخ برضو، عايزة ان شاء الله ابقى اجربها معاكم بالفراخ قريب باذن الله. ان شاء الله قريب باذن الله. قولولي جربتوها قبل كده ولا لا. معايا بقى الكيس الحراري ده بيتباع عند اي عطار، عند اي سوبر ماركت، هتلاقوه ان شاء الله. بصراحة حلوة قوي. بتحطوا كله في بعضه، بتدخلوه الفرن بيتحمر بينه فيه. فبصراحة يعني لو انتم محتارين كمان تعملوا غدا ايه، فمش هتلاقوا اسهل من كده خالص. هنحطه في الكيس الحراري كل الخضار باللحمة بكل حاجة زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله. بألف هنا بألف هنا على اللي نصيب ياكل منها، وربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا. هنا حطيتها خلاص بربطها، بيجي معاها اللي هو الأبزيمة كده ممكن تربطوها بيه، بس انا مكنتش لاقياها بصراحة فربطتها عادي زي ما بنربط اي كيس. تمام كده. وطبعا كنت مشغلة الفرن بتاعي على درجة حرارة 200، ولما بدأ يسخن ويغلي هديت النار شوية على 190 180 لحد ما تستوى معايا. عملت لها بس تفتيحات عشان الكيس ما يفرقعش، وحطيت لها مية سخنة كده يعني هنقول كوباية مية. تمام. ودخلتها الفرن، قعدت معايا تقريبا ساعة، ساعة وربع، ساعة ونص، مش فاكرة بالظبط. بس انتوا ابقوا جسوا اللحمة بسكينة كده. تمام كده. وهنعمل كمان رز ابيض معاها، ممكن تعملوا رز معمر، ممكن تعملوا رز بالشعرية، براحتكم خالص. حطيت المادة الدهنية اللي هي الزيت، في ناس بتعمله بالسمنة بس احنا بصراحة بنحبه بالزيت. وطبعا كنت غسلة الرز بتاعي وحطيته كده زي ما انتوا شايفين. وهحط بقى الملح على حسب الرغبة وعلى حسب الكمية.
وبحب اديله تقليبه كده بالزيت او الماده الدهنيه يعني، تمام كده على نار عاليه. بحب اقلبه يتغلف بالزيت بتاعي عشان يفلفل معايا وما يعجنش منكم. وبحط بقى الميه، طبعا الميه دي على حسب زي ما بقول لكم الكميه، بس هي كل كوبايه رز عليها كوبايه ميه، ده الرز المصري. تمام كده حبايبي. لو وصلتوا بقى معايا لحد هنا ما تنسوش اللايك الجميل اللي زيكم وكومنتاتكم الحلوه اللي بتشجعني، وقولوا لي بتتابعوني من اي بلد. وبشكر اي متابع جديد، شرفتوني ونورتوني في قناه المتواضعه. زي ما انتم شايفين ما شاء الله ما شاء الله، بألف هنا على ليه نصيب ياكل منه. كان طلع بقى معايا، وانا اصلا وهو في الفرن قبل ما اطلعها جسيتها كده بسكينه كان بحرف رفيع، جسيتها عشان اتاكد ان اللحمه استوت. تمام كده حبايبي. ولو لقيتوها ما استوتش والميه اتشربت معاكم، زودوا في الصينيه شويه ميه وسيبوها تاخد راحتها خالص في السويه. هنا بقى هفتح معاكم، كان المقص معاند معايا مش عارفه ليه. فربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب، ويديكم الصحه والعافيه، وتعملوا كل حاجه حلوه لاولادكم. قولوا لي بقى اتغديتوا ايه النهارده. هنا بقى كان ما شاء الله فتحت بس الكيس عشان يهوي بس معايا، وهنا كان الرز برضو خلص معايا ما شاء الله بألف هنا. هديكم فكرة تقديم للطبق، وطبعا انتوا كلكم ستات بيوت شاطرة وجدعة واحسن مني، وهتطلعوها احسن مني بكتير. فسبحان الله الاكل ده زي ما بيقولوا نفس، يعني انت بتعملي بنفس طريقتي بس الاكل بيطلع بطعم مختلف خالص. فهو سبحان الله ده النفس بقى اللي بيقولوا عليه. فربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب. وطبعا كل ما بتعملي الحاجه بحب بتطلع الحاجه من تحت ايديكوا جميله جدا وزي الفل. اما بتخشي بقى المطبخ متنكده وملكيش مزاج وملكيش مزاج تعملي اكل، وتخشي غصب عنكم المطبخ، سبحان الله بيطلع الاكل ناقص ملح، زايد ملح، طعمه مش عاجبهم، لا في حاجه غلط، لا في حاجه ناقصه. فسبحان الله يعني اهم حاجه راحه البال، ولينا مزاج ندخل المطبخ ونطبخ هنطلع احلى اكل وهيبقى معانا زي الفل وبألف هنا. زي ما انتم شايفين حطيت الرز وجنبه كده شويه خضار باللحمه، كل واحد ليه الطبق بتاعه. دي كانت فكره تقديم كده، طبعا براحتكم بقى وعلى حسب ما انتم متعودين تحطوا الاكل ازاي. في كل واحده عارفه طبعا اكل بيتها ازاي وفكره الاكل ازاي بتاعتها، وربنا يديكم الصحه والعافيه يا رب. وهنا بقى كان الصوص اللي نازل منه ده كان خطير اصلا، حطيته كده من فوق الوش عشان يلمع لي اللحمه، وما شاء الله كانت خفيفه. زي ما قلت لكم انتوا كنتوا ممكن تحطوا صلصه معاها عشان تخلي لونها احمر، بس انا ما حبيتش بصراحه، يعني انا حبيتها ان هي تبقى زي الخضار السوتيه الخفيف. تمام كده. هنا كانت اللحمه بقى مولعه، بصوا هي كانت استوت والله، بس هي ايه مش عارفه امسكها بصراحه، كان عايزه اقطعها لكم بس مش عارفين السخونيه كانت مولعه قوي. فربنا يحسن ما بين ايديكم وايدينا يا رب. عايزاكم تجربوها وترجعوا تقولوا لي في الكومنتات، وقولوا لي برضو رايكم في فيديو ايه النهارده. هستنى رايكم وهستنى قولوا لي اتغديتوا ايه. وده كان فيديو النهارده، يا رب يكون الفيديو عجبكم وابقى خفيف عليكم وقدرت افيدكم لو بحاجه بسيطه. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامه.